أنا دلوقتي محدش سمعني ولا شايفني. أنا هستخبى جوه أي لعبة من الألعاب دي وهيجي طفل يشتريني وهقدر أنفذ خطتي بسرعة وأرجع لأهلي. لطيفة قوي العروسة دي، أنا كده مرتاحة أكتر. الله يا ماما، جميل قوي العروسة دي، ينفع نشتريها؟ دي شكلها شبه الحقيقي بالظبط. حاضر يا حبيبتي، بكام العروسة دي لو سمحت؟ انتي عارفة يا عروستي أنا ليه اخترتك من وسط كل الألعاب اللي في المحل؟ علشان أنا ما عنديش أخت بنت، وكان نفسي يبقى عندي أخت قوي، ولما شفتك في المحل حسيتك حقيقية، وكمان علشان كيوت وشعرك كمان بينك. وأنا كمان ما عنديش أخوات بنات، وكان نفسي يبقى ليا أخت. يبقى احنا من النهاردة اخوات وأصحاب للأبد. ايه ده؟ هو انتي بتتكلمي ازاي؟ ايه في ايه؟ عادي بتكلم عادي. هو انتي عمرك ما شفتي اي عروسة بتتكلم قبل كده؟ لا، شفت عرايس بيتكلموا بس كانوا بيقولوا كلمات معينة، مش زيك كده بيتكلموا زيك كده يعني زي الناس. لا، انا بتكلم وبغني وكمان بحكي قصص قبل النوم، وكل يوم هحكيلك حكاية مسلية هتساعدك على النوم، وكمان هنبقى اصحاب قوي. طب ينفع بس انادي على ماما عشان تشوفك وانتي بتتكلمي؟ اصلا لو قلت لها مش هتصدقني خالص. لا يا هاجر، انا هتكلم معاكي انتي بس، مش هتكلم مع حد تاني، انتي وبس اللي صاحبتي. خلاص ماشي، اللي يريحك. أصدقاء للأبد، أصدقاء للأبد. إيه يا هاجر، فينك كده مختفية ليه؟ إحنا من ساعة ما اشترينا العروسة دي وانتي ما بقيتيش تقعدي معايا خالص زي الأول. هو إيه اللي حصل بقى؟ اللعبة الجديدة واخداكي مني ولا إيه؟ ما أنا قاعدة مع صاحبتي العروسة يا ماما، وبنلعب سوا طول اليوم، وبتحكي لي حكايات مسلية، علشان كده بتشغل معاها وبنسرح ومش بناخد بالنا خالص من الوقت. بتحكي لك حكايات؟ هي بتتكلم ولا ايه؟ وريني كده. دي ما فيش فيها اي زرار خالص، لازم يبقى فيه زرار نضغط عليه علشان تطلع صوت. دي بقى ما فيهاش زراير، بتتكلم ازاي بقى؟ ما هي يا ماما مش بتتكلم مع حد غيري، هي الصراحة يعني بتتكسف قوي. بقى كده بتتكسف؟ طيب ماشي، يلا بقى عشان ميعاد نومك قرب، جهزي نفسك للنوم، واوعي تنسي تغسلي اسنانك قبل النوم علشان السوسة، انت عارفة. حاضر يا ماما. ماما، انا دخلت اوضتي لقيت كل كتب المدرسة متقطعة ومرمية على الارض. حتى بصي يا ماما اهم، اكيد هاجر اللي عملت كده، مفيش غيرها. طيب هي هاجر هتعمل كده ليه؟ لا مش ممكن. هاجر يا هاجر، تعالي هنا بسرعة، عاوزاكي. نعم يا ماما، في ايه اللي حصل؟ اخوكي جاي دلوقتي يقولي ان كل كتب المدرسة بتاعته اتقطعت، وكل كتب المدرسة بتاعته مرمية على الارض. لو سمحتي يا هاجر، ممكن تشرحي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ طب يا ماما، وانا مالي؟ اكيد يعني مش انا. هاجر، مفيش في البيت كله الا انا وبابا ومصطفى، وانت كمان يا هاجر، واكيد مش انا ولا بابا، واكيد برضو مش مصطفى، محدش بيعمل كده في حاجته يعني. قولي الصراحة يا هاجر. والله ما انا يا ماما، واعمل كده ليه؟ ماشي، ادخلي اوضتك يا هاجر دلوقتي لحد ما تيجي وتشرحي لي اللي حصل وتفهميني انت عملتي كده ليه. ماما، انا عرفت مين اللي قطع كتب مصطفى. مين يا هاجر؟ الصراحة يا ماما يعني العروسة، انا اتكلمت معاها واعترفت لي بكل اللي حصل. قالت لي ان مصطفى رماها على الارض، وهي كانت بتنتقم منه علشان اذاها. وليه اصلا يا ماما هو يرميها على الارض؟ دي صاحبتي. هو المفروض اصدق اللي انت بتقوليه ده دلوقتي، صح؟ والله يا ماما صدقيني ما كذبتش، هي دي الصراحة. مفيش عروسة بتتكلم وبتتحرك يا هاجر، اعقلي، ولما تيجي تخترعي كدبة اخترعي حاجة ينفع نصدقها. انا عارفة انا هعاقبك ازاي على اللي انت عملتيه ده. يا هاجر يا مصطفى. نعم يا ماما.
انا كنت مجهزة غدا النهاردة من امبارح بالليل، علشان انا النهاردة مش فاضية وعندي مشاوير كتير لازم اعملها، يعني مش فاضية اطبخ. وصحيت من النوم لقيت حد اكله. من فيكو بقى اللي عمل كده؟ ما حدش فينا يا ماما، ولا انا ولا مصطفى. العروسة يا ماما هي اللي قالت لي انها جعانة شوية بالليل وانها تدخل المطبخ وهتاكل، يبقى اكيد هي اللي اكلت الاكل. ايه هجر الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هو في عروسة بتاكل؟ هاجر انا خلاص زهقت من الكلمة بتاعتك دي. مفيش حاجة اسمها عروسة بتمشي وعروسة بتاكل وعروسة بتتكلم وعروسة كمان بتقطع الكتب. هو ايه الحاجات اللي انت بتقوليها دي؟ بلاش كلام بقى. وبعدين بقى في حكاية العروسة اللي هاجر عمالة مألفاها دي، انا صدعت من البنت دي وعايزة انام اوي. بقى انت مش مصدقة ان انا حقيقية؟ انا بقى هقتلك انتي وهاجر ومصطفى عشان تصدقي اني حقيقية. ايه ده يا ربي؟ ايه مصطفى؟ يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا حاسة ان هو كان حقيقة مش كابوس. هو ايه اللي بيحصل بره؟ ايه الصوت ده؟ انا هروح اطمن على هاجر ومصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، هو انت اللي كنت في الليفنج من شويه؟ ايه ده نايم خالص، شكله ما قامش من السرير. اما اروح كده بص على هاجر، ممكن تبقى هي. يا هاجر يا هاجر، انت نايمه برضو؟ امال مين اللي عمل الصوت ده؟ انا حاسه كده ان هو جاي من الصاله. ايه ده اللي جاب العروسه دي هنا؟ دي هاجر ابدا ما بتطلعها من اوضتها. ايه ده السكينه هنا ليه؟ ايه اللي جابها هنا السكينه دي؟ انا كده حاسه ان في حاجه مش طبيعيه في البيت. مستعده؟ لا ده مش كابوس، انا المره دي متاكده ان هو حقيقي. انا حاسه ان العروسه دي فيها حاجه غلط. اكيد في حاجه. هاجر يا هاجر، انت لسه نايمه؟ نعم يا ماما. قومي شوفي انا جبتلك معايا ايه رايك في اللعبه دي؟ مش شكلها احلى من العروسه اللي معاكي دي؟ ما زهقتيش منها لسه؟ انا قلت اجيب لك لعبه جديده عشان تغيري. لا يا ماما، عروستي احلى بكتير، انا بحبها ومش عايزه اغيرها. طيب بصي يا هاجر، انت بس هتديها لي النهارده وانا هرجعها لك بكره. لا مش هتاخديها سيبيها، دي صاحبتي. الحقني يا سيف، شفت اللي حصل؟ شفت اللي هاجر عملته فيا؟ كنت بحاول اخد العروسه منها، زقتني بره الاوضه ودراعي اتكسر. يا دراعي، مش قادره استحمل الوجع ابدا. ازاي هاجر تقدر تعمل كده؟ يلا بينا على طول على المستشفى. بابا ماما، انتوا كنتوا فين؟ ايه ده يا ماما؟ مال دراعك؟ ايه اللي حصل لك؟ اللي حصل لي؟ انت اللي عملتي فيا كده يا هاجر. هو انت مش فاكره اي حاجه خالص؟ انا يا ماما انا اعمل فيكي كده؟ مستحيل. لا خلاص يا هاجر، روح على اوضتك دلوقتي، انا عايزه اقعد مع بابا واتكلم معاه شويه. شفت يا سيف اللي حصل؟ واتاكدت ان العروسه دي فيها مشكله. احنا لازم نخلص في اسرع وقت من العروسه دي فيها روح شريره وهتاذينا كلنا. تقلقيش خلاص، سيبيها عليا، انا هتصرف. انا هدخل عليها كده وهي نايمه ومش حاسه، وهاخد العروسه بشويش خالص. ايه ده، هي ماسكه فيها قوي كده ليه؟ اما احاول كده اخدها. في حاجه يا بابا؟ كنت عايز مني حاجه؟ لا يا حبيبتي ابدا، انا بس كنت بغطيكي، وكمان كنت عايزه اقولك تصبحي على خير. الليلة الأخيرة، ودلوقتي جاء وقت تنفيذ المهمة. انت عايزة ايه؟ انا كنت عارفة انك عروسة مش طبيعية. انت عاوزة ايه؟ عايزة تقتلينا ليه؟ ايه يا ماما؟ ايه اللي بيحصل؟ انت بتعملي ايه يا كرمة؟ وايه السكينة اللي في ايدك دي؟ انت ناوية على ايه بالظبط؟ ما تزعليش مني يا صاحبتي، بس لازم اعمل كده، دي حاجة غصب عني، لازم اقتل 3 افراد
علشان أقدر أرجع لعيلتي وحياتي الطبيعية. وما تخافيش، مش هقتلك انتي، أنا هقتل باباكي ومامتك وأخوكي بس، وأنا وانتي هنفضل أصدقاء للأبد. يعني انتي ترجعي لعيلتك وحياتك وتحرميني أنا من عيلتي يا كارما؟ ليه؟ هو أنا عملتلك ايه؟ أنا أذيتك في ايه طيب؟ وانتي تقدري حد يأذي عيلتك برضو؟ لا ما أقدرش. هو أنا ايه اللي كنت هعمله ده؟ أنا آسفة يا هاجر، أنا كانت في روح شريرة مسيطرة عليا، لكني فوق وما أقدرش أبدا أذي أي حد. ودلوقتي انت فشلتي في مهمتك، وعمرك ما هتشوفي عيلتك تاني أبدا، ولا هم هيشوفوكي. دلوقتي روحك بقت ملكي أنا.